السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده ان شاء الله نحل 4 أسئلة مميزة جدا فيها افكار مهمة ومن اصعب الافكار اللي ممكن تلاقيها علشان تجيب الدومين بتاع اي فانكشن او دالة. مبدئيا كده احنا عايزين نفتكر القاعدتين اللي تحديد الدومين او المجال مبني عليهم. رقم واحد we can't divide by zero، احنا ما نقدرش نقسم على صفر. رقم اتنين we can't take the square root of a negative number، احنا ما نقدرش ناخد الجذر تربيع رقم سالب، او بمعنى صح اي جذر الاندكس بتاعه ايفن او زوجي احنا ما نقدرش ناخده كجذر يعني لرقم سالب نيجاتيف اكس مثلا، مفترض ان اكس دي موجبة. يعني مثلا الجذر السادس، الجذر الرابع، الجذر الثامن، الجذر الثاني ما نقدرش ناخدها مثلا نيجاتيف 2 او اي حاجة من الحاجات دي. ده بالنسبة للقاعدتين. اول مسألة بسم الله، عشان نجيب الدومين بتاع الاف اوف اكس اللي بيبقى فيها مثلا فوق جذر وتحت بولينوميال او العكس، احنا لازم نجيب الدومين بتاع اللي تحت واللي فوق ونجيب الانترسكشن او مناطق مشتركة بين الاتنين، ساعتها بيبقى هو ده الدومين بتاع الاف اوف اكس. يبقى احنا مثلا نجيب الدومين بتاع الاكسبريشن اللي فوق، يبقى اكس بلس 5 اكبر من او بيساوي 0، يبقى الاكس اكبر من او بيساوي نيجاتيف 5. يبقى في الحالة دي الدومين اللي فوق بتاع الاكسبريشن اللي فوق يعني من نيجاتيف 5 لبوزيتيف انفينيتي، وطبعا الانترفال بتاع الانفينيتي والنيجاتيف انفينيتي دايما مفتوح، مش بيبقى مغلق يعني. احنا نرسم خط الاعداد علشان نعرف نبسطها يعني ونحدد المناطق المشتركة. هيتضح ان هو من نيجاتيف 5 لبوزيتيف انفينيتي، وطبعا النيجاتيف 5 معانا. ده بالنسبة للاكسبريشن اللي فوق، والاكسبريشن اللي تحت r ماينس السيت اوف 2 والنيجاتيف 2. يبقى انا اقدر اعوض باي حاجة تحت ما عدا ال 2 والنيجاتيف 2، علشان لو انا عوضت بيهم هيبقى تحت في المقام في صفر، وكده احنا كسرنا القاعدة الاولى، فمش هينفع ان احنا نعوض ب 2 او نيجاتيف 2. طبعا النيجاتيف 2 هنا وال2 هنا، وهي ار يعني كل المناطق دي، يبقى المنطقة المشتركة من نيجاتيف 5 لبوزيتيف انفينيتي ما عدا مجموعة او السيت اوف 2 والنيجاتيف 2. يبقى الدومين بتاع المسألة دي هيبقى نكتبه بالاخضر من نيجاتيف 5 لبوزيتيف انفينيتي ماينس السيت اوف 2 والنيجاتيف 2. وده كده بالنسبة لأول مسألة. هنعمل نفس القصة اللي فوق هنا، طبعا في فكرة مختلفة، هي مش صعبة بس اللي كنت عايز اوضح حاجة معينة هنا. لما بيبقى في جذر تحت، جذر تربيع او جذر الرابع، احنا مش بناخد الاكسبريشن مثلا الاكسبريشن ونعمله اكبر من او بيساوي 0، لا احنا هنعمله اكبر من بس علشان احنا هنا في المقام. يبقى احنا هنا طبعا الدومين بتاع الاكسبريشن اللي فوق ار، وهنعمل اكس بلس 9 اكبر من 0، يبقى الاكس اكبر من نيجاتيف 9، يبقى من سالب 9 لما لا نهاية، وفوق ار يبقى المجال الاساسي اصلا بتاع الفانكشن من نيجاتيف 9 لبوزيتيف انفينيتي. وده كده بالنسبة لتاني مسألة. وتالت مسألة طبعا كان في قاعدة مهمة جدا، لو الابسوليوت بتاعت اليو او الحد المطلق لقيمة معينة او رقم معين اكبر من ايه، يبقى اليو يا اما اصغر من نيجاتيف ايه او يا اما اكبر من ايه. هنشوف دلوقتي تطبيق ليها القاعدة دي. احنا هنا هنجيب الدومين بتاع الاكسبريشن اللي فوق، يبقى اكس بلس 1 اكبر من او بيساوي 0، يبقى الاكس اكبر من او بيساوي نيجاتيف 1. يبقى كده بالنسبة للدومين اللي فوق من نيجاتيف 1 للبوزيتيف انفينيتي. هنحط طبعا خط الاعداد عشان نسهل استخراج المجال. نيجاتيف 1 لبوزيتيف انفينيتي، وطبعا النيجاتيف 1 معانا. بالنسبة بقى للاكسبرشن اللي تحت، يبقى اكس سكويرد على طول بقى نختصر، هتبقى اكبر من ال 36، مش اكبر منه يساوي، لان احنا اتفقنا احنا هنا تحت في المقام، مش هينفع يكون بيساوي علشان ما يكونش في زيرو في المقام. يبقى احنا بقى كتطبيق للقاعدة دي هناخد جذر للطرفين، يبقى في الحالة دي بقى من الابسوليوت بتاع الاكس عشان اخدنا جذر تربيعي اكبر من 6. ففي الحالة دي يا اما الاكس اكبر من السكس، يا اما الاكس اصغر من النيجاتيف 6، لانها مثلا لو كانت نيجاتيف 7 التربيع كان هيطيرها وكانت هتبقى اكبر من 6. يلا بس عشان عايزين نحدد ايوه الدومين اللون تاني عشان بس ما تلخبطش. نيجاتيف 6 هنحطها هنا، معلش بقى هتبقى بره، وهنحط هنا بوزيتيف 6.
يبقى كده اكس اصغر من النيجاتيف 6 يبقى تبقى كده، دي بره الدومين طبعا، ومن ال6 لغاية البوزيتيف انفينيتي. يبقى الدومين الاساسي هنا هيبقى من 6 لبوزيتيف انفينيتي. انا طبعا مش ال6 مش تبقى معايا، لان لو عوضت بيها تحت هيبقى في المقام في صفر. يبقى ده بالنسبة للمسألة التالتة. المسألة الرابعة والأخيرة، معلش. طبعا الجذر التربيعي لإكس ماينس 3 على إكس بلس 2. احنا مبدئيا كده احنا عايزين نشوف امتى الكسر ده هيساوي زيرو وامتى هيكون undefined، ونعمل بحث إشارة زي بعض المسائل اللي حليناها علشان تبقى أسهل بكتير، يعني أحسن ما نعمله أكبر من أو بيساوي زيرو. يبقى إكس ماينس 3 على إكس بلس 2 ده هيبقى بيساوي زيرو عند الإكس بتساوي بلس إكس بتساوي 3. في الحالة دي هيساوي زيرو، ولما الإكس تساوي نيجاتيف 2 هيبقى undefined. فاحنا عايزين نعمل بقى بحث إشارة عشان يبقى الموضوع أسهل يعني. هنا نيجاتيف 2 وهنا 3. طبعا احنا لو جينا نعوض مثلا 4 مثلا هيبقى 4 ماينس 3، يعني بعد ال 3 يعني نقصد، يبقى 4 ماينس 3 1 على 4 بلس 2 6. يبقى هنا هيبقى موجب. عايزين بقى ناخد رقم بين الاتنين في الفترة دي يعني اللي في النص، مثلا نيجي نعوض بالزيرو مثلا، يبقى 0 ماينس 3 نيجاتيف 3، و 0 بلس 2 هيبقى 2. فهنا يبقى في نيجاتيف طبعا، دي عشان هتبقى معانا. عايزين بقى ناخد رقم قبل النيجاتيف 2، وليكن مثلا نيجاتيف 3. نيجاتيف 3 ماينس 3 نيجاتيف 6، ونيجاتيف 3 بلس 2 هتبقى نيجاتيف 1، يبقى هنا بوزيتيف. ولو احنا جينا نعوض بالنيجاتيف 2 هيبقى undefined، فبالتالي مش هيبقى معانا. ولو جينا نعوض بال 3 هيساوي زيرو، ده عادي لان تحت الفراكشن تحت الجذر عادي يبقى فيه صفر، هنا زيرو. يبقى بالتالي هناخد كل الفترات اللي الاكسبريشن اللي تحت بيساوي زيرو او بوزيتيف عموما. فبالتالي هناخد من طبعا من 3 لبوزيتيف انفينيتي، وطبعا ال 3 معانا عادي لان عند ال 3 هيساوي زيرو. اتحاد يونيون يعني مع الفترة اللي من نيجاتيف 2 يعني لغاية نيجاتيف انفينيتي، يعني من نيجاتيف انفينيتي بمعنى صح للنيجاتيف 2. وده كده يكون الدومين بتاع المسألة الأخيرة. طبعا لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك وشير لنفع الأمة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.